شوفوا يا جماعة الفيديو الرائع لأخواتنا من اليمن، يبتكر أنه روبوت لإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض في الكوارث والزلازل. شوفوا الروعة، شوفوا الجمال، والله العظيم عندنا عقول نضاهي فيها العالم والأمم يا جماعة، بس للأسف ما تلقى الدعم الكافي. اسمعوا. الثواب وفرح الأغبري ودنيا البصير اللواتي تخرجن من قسم الميكاترونكس يقومن بابتكار روبوت لاستكشاف ضحايا الكوارث الطبيعية، والذي يعد نظام تتبع وكشف عن العنصر البشري تحت الأنقاض. مشروعنا عبارة عن اللايف سيفر روبوت، وهو أول مشروع يتم تنفيذه في الجمهورية اليمنية. مشروعنا عبارة عن الروبوت الاستكشافي هيمو وفايندر المكون من طائرة الدرون وطائرة العنكبوتية. طبعا جعلنا مشروعنا استلهمنا الفكرة من الزلازل التي حصلت في سوريا وتركيا والزلازل التي بتحصل الآن في المغرب. كانت فكرتنا أن نجيب لمحة إنسانية تساعد مجتمعنا والمجتمعات. أقسم بالله مشروعنا فايندر هو روبوت. هاي رسالة لكل العالم، إنه المرأة العربية قادرة تصنع وقادرة تبتكر وقادرة تخترع وقادرة تتحدى العالم كله بعقلها وبإصرارها وبإرادتها. شوفوا هذول لو بأوروبا أو بدول أجنبية والله لا يحطون كل إمكانيات الدولة تحت تصرفهم، بس للأسف عندنا ما في اهتمام أبدا. روبوت متعدد الوظائف يتميز بفكرة جديدة في كل جزء منه، كما تم تصميم الروبوت محاكيا للمستخدمات في المستكشفات التابعة لوكالة ناسا الفضائية، والذي يجعل حركة الروبوت سلسة وقابلة للتحرك في المناطق الوعرة. هو عبارة عن روبوت استكشافي أرضي يقوم بعمليات الاستكشاف التي يصعب على البشر الأماكن التي يصعب على البشر الوصول إليها. طبعا هو مصمم بالكامل ومن بتصميمه، برمجته وطباعته. هنا عندنا كفو يمنية اللي هو هنا الركبة دي اللي تحت احنا صممنا نفس المعايير اللي قامت بها وكالة ناسا الفضائية. الله أكبر. المكوكات التي تستخدم في استكشاف الفضاء. هيمو قادر على تحليل الصور، تحليل الصوت، تحليل الأشكال، وأيضا يستطيع على تحليل الأصوات وبرمجتها والإجابة عليها. والله فوتوا على الصفحة وشوفوا الفيديو للأخير، أقسم بالله شيء يدعو للفخر. هذول الفيديوهات اللي لازم تطلع. ويمكن له أن يحدد ويدخل